مرحبا، أنا نور. كيفكن؟ بتمنى تكونوا بخير. بفيديو اليوم رح لخص فيه يوم السبت. اليوم طويل كتير ورح أعمل فيه كتير شغلات. كونه اليوم عطلة نهاية الأسبوع رح رتب البيت شوي، أعمل تسوق ورح أعمل ساندويتش الدجاج. آخر اليوم رح أعمل كريب. رح ترافقوني بيومي بكل تفاصيله. مثل ما شايفين الجو كتير بارد وفي ضباب. هلأ رح أخذ بنتي اللي عم تغني وحطها بكرسي تبعها بالمطبخ وبلش يومي. بس قبل رح أعمل شغلي كل يوم الصبح بعملها، أني بحط على أذكار الصباح عشان أبدأ يومي بنشاط وروحانية. كالعادي أنا ما بقدر بلش يومي قبل ما أشرب قهوة، وبحب دائما أكل شي معها. أنا ما كتير بحب أني أجيب شي جاهز، بس أحيانا الواحد بيضطر، لأنه مو كل الأحيان في وقت أني فوت على المطبخ وأقضي وقت طويل لحتى أعمل شي حلو. فهدول الكرواسون جاهزين، هن المجمدين بيكونوا بالثلاجة. بحطهم على ورق الخبز وبياخدوا وقت 30 دقيقة بالفرن، وظريفين ما بهم شي، بنقدر نحشيهم شو ما بدنا. هاي المكنة كتير ظريفة، ممكن أنه نعير الوقت فيها. يعني مثلا إذا بدي فيق الساعة 8 بعير أنه هي تعمل القهوة الساعة 8، فبفيق على ريحة القهوة. بعد ما شربت قهوتي قررت شو بدي أعمل غدا اليوم. رح أعمل ساندويتش الدجاج، بس قبل رح فك تلج عن الدجاج. أنا بفكه بهاي الطريقة لأنه هاي الطريقة أكتر شي صحية، أكتر من أنه نخليهم على جنب وياخدوا يصيروا بدرجة حرارة الغرفة على وقت طويل. هالطريقة أسرع بكتير وبنفس الوقت صحية، لأن ما بتخلي درجة حرارة الدجاج تصير من درجة حرارة الغرفة. لأنه أنا حطيت مي وبعدين حطيت الكيس اللي بقلبه دجاج وتقلتهم بأي تتقيلة عنا بطنجرة ممكن كمان. تقريبا بياخد وقت ساعة ونص. لسه في وقت منيح للغدا. هلأ رح رتب البيت شوي. أول شي قررت أني نظف التراس، لأن أنا أحيانا بيجي وبروح من التراس أكتر من باب البيت، فالأرض غالبا بتتعبى طين، وخاصة بالشتاء. هلأ الحديقة كلها طين يعني وشتي. بالنسبة لمواد التنظيف اللي أنا بستخدمها فبعكس ما متوقعين، ما رح أقولكم أني أنا بطبقها على إيدي. بسمع كتير عالم بتقول أنه هي بتعمل هذا الشي بالبيت، وخاصة بفيديوهات الترتيب على اليوتيوب. بس بصراحة أنا بالنسبة لي بحس أنه وقتي أثمن بكتير من أني ضيعه على تحضير منظفات، بينما فيني اشتري منظفات أكتر فعالية. صح انه ما بنقعد على التراس بالشتوية، بس بحب دائما انه كل يومين 3 اعمل له ترتيبة او مسحة خفيفة لحتى يضل مرتب. بعد ما خلصت الترتيب رح روح هلا اجيب اغراض. طبعا انا وبنتي اخدها معي وين ما رحت. تتذكروا هون كان في القلابة وحديقة الملاهي. انا نزلي فيديو عن حديقة الملاهي اللي كانت هون واللي بتطلع على بيتي. إذا بتحبوا تشوفوها موجودة على قناتي. هلأ فضت وصار فيه هدوء كتير، وأنا ما بحب هيك، أنا بحب الضجة أكتر لأنه أنا متعودة. ما بعرف إذا كلمة متعودة مزبوطة، بس الفكرة أنه كتير في فرق بين بلادنا العربية وأوروبا من ناحية الهدوء وبشكل عام يعني الحياة. هلأ رح تشوفوا أنه كل أوراق الشجر لونهم أصفر. هلأ نحنا ببداية الشتوية بآخر الخريف تقريبا بالشهر 11. ما بدي كتير أغراض من المول. أهم شي إني رح أجيب قهوة وخبز. هلأ بلشت أجواء عيد الميلاد كتير بكير. بتصير المدينة مدينة الأضواء بهالوقت من السنة. هلأ رح أجيب قهوتي. أنا بجيبها بن وبطحنها بالطاحونة بالمول. عندي طاحونة قهوة، بس بحس أن الأفضل أنه أطحنها هون، لأن بهاي الطاحونة بقدر أختار العيار، فما بتكون خشنة زيادة عن اللزوم أو ناعمة زيادة عن اللزوم. ورافقتني ريحة القهوة كل الوقت من لما طحنتها. بحس كتير بيفرق إذا جبنا البن وطحناه عن أنه نجيبه مطحون جاهز. بتفرق هيك الطعمة بتكون فريش أكتر.
وصورت كمان شوي من أنواع الشوكولا الموجودة الخاصة بالكريسماس أو عيد الميلاد. بكون في كتير أنواع بهالوقت من السنة. هالمرة ما كتير أخذ معي مشوار المول وقت طويل لأني كنت شوي مستعجلة، فعندي كتير شغلات لازم أعملها اليوم. بس بنفس الوقت بحس انه ضروري اطلع من البيت حتى ولو مشوار كتير سريع على المول، لان عن جد يعني هون الواحد لحاله، فبحس احيانا انه بحاجة اطلع غير جو شوي. وبنفس الوقت يعني بحب انه بنتي تسمع اصوات جديدة وتشوف شغلات جديدة غير انه تضل بالبيت، لان كمان هي هون لحالها، يعني ما في عندها قرايبين او اولاد تلعب معهم. فبحس انه لازم كل يوم او يومين اذا كترت طالعة لبرا ولو مشوار صغير على المول، لان كتير احيانا هون بيكون في برد، فما بقدر اني اطلع مشيها بالعرباية، فبختار المكان اللي بيكون ادفى يعني. وهلا عتمت الدنيا بشتوية، بتعتم الدنيا شوي بكير، وانا متعودة بسبب لما كنت اشتغل دوام اطول من هلا انه كنت ارجع متأخرة، فمتعودين انه ناكل بوقت متأخر. انا بحب دائما اول ما ارجع من المول قد ما كنت مستعجلة اول شي اعمله اني اضب الاغراض مشان اخفف الكركبة، لانه هلا لما بدي اطبخ رح تتكركب الدنيا لسه اكتر. انا قبل ما اروح شغلت الجلاية، هلا تركتها لحتى تخلص بما اكون خلصت عمل اكل. اليوم رح اعمل سندويش دجاج. في عندي بيضة حطيت لها بودرة الثوم او ثوم مجفف، انا استخدمت الثوم المجفف وحركتها شوي. في عندي كمان كعك مدقوق او بقسماط. وبالنسبة لصدور الدجاج استخدمت شرائح من الدجاج، حاولت اني خليهم رفاع قد ما بقدر. حطيت كمان شوية فلفل اسود وملح فوق البيض. هلأ رح لك الدجاج بقلب البيض وبعدين بقلب الكعك المدقوق. انا ما استخدمت طحين ابدا لهالوصفة. نضغط ضغطات خفيفة على صدر الدجاج مشان يعلق عليها الكعك. ما كتير بفضل انه نضيف فوق الكعك اي نوع من انواع البهار، لانه بحس انه رح يحترق لما رح نقليه. انا عملت بس قطعتين من صدور الدجاج لانه نحن بس شخصين. هالاكل كمان بعتبرها من الاكلات السهلة والسريعة. هلأ رح اعمل الصوص المميز اللي رح استخدمه معه. عندي 3 ملاعق مايونيز، وضفت لهم 2 ملعقتين كبار جبنة سائلة. انا استخدمت فيلادلفيا، فيكم تستخدموا اي نوع جبنة تاني مثل كيري مثلا. نص ملعقة صغيرة خردل، وملعقة صغيرة بودرة الثوم او ثوم مجفف، وملعقة صغيرة صويا صوص، وملعقة كبيرة صوص الشيلي الحلو، فيكم تستخدموا بداله عسل. الفكرة من الموضوع انه نحن بنحتاج اي شي طعمته حلو لحتى يعدل النكهات، وحتى ممكن تضيفوا ربع ملعقة صغيرة سكر. رح اركن سوا واترك الصوص على جنب. من اطيب انواع الصوصات اللي ممكن تستخدموها مع الشاورما او مع وصفات الدجاج او سندويشات الدجاج. هلا رح اقلي الدجاج. حطيت تقريبا نص فنجان زيت وضفت الدجاج. بتحتاج تقريبا لشي 12 دقيقة، 6 دقايق على كل جهة. طبعا هالشي بيعتمد كمان على حجم وسماكة قطع الدجاج. انا مرة عملت معكرونة بالفطر والكريمة وسويت معهم هذا الدجاج، طلع كتير طيب، والوصفة منزلتها على قناتي اذا بتحبوا تشوفوها على قناة الطبخ. انا كان عندي خبز التورتيلا الاسمر، فيكم انتو تستخدموا اي نوع خبز بتحبوه، حتى الخبز السوري العادي او خبز التنور ما بتفرق ابدا، المهم يكون الخبز بتحبوه. خبز التورتيلا لازم نسخنه شوي على كل جهة شي دقيقتين. هلأ رح اقطع الدجاج شرائح رفيعة. سمعانين الصوت كيف مقرمش من برا ومن جوا جوسي وطري. وفي ملاحظة مهمة أنا نسيت أقولها، مشان قلي الدجاج لازم نقليه على حرارة واطية، لأن إذا كان على حرارة عالية رح يحترق معنا من برا ومن جوا رح يضل مو مستوي. على فكرة أنا كل الوقت اللي عم أطبخ فيه وأنا عم أحلم بكريب النوتيلا لأنه بدي أعمله اليوم، فماني صدق أني خلص طبخ وأنا نتغدى
وبعدين اقعد اشرب قهوة مع الكريب النوتيلا. هلا رح اعمل الساندويتش. بالاول دهنت شوية صوص وانا قليت شوية بطاطا. طبعا هالاكلة ابدا ما صحية، بس معلش ما في مانع، يعني الواحد ياكل شي مو صحي مرة بالاسبوع على الاقل، يعني عاملينه بالبيت وبنعرف شو حاطين بقلبه، وشوية بندورة ومخلل واي شي انتو بتحبوه بالساندويتشات. بهالوقت بنتي كانت مبلشة تنقنق، فبعد ما تغدينا اول شي عملته هو اني طعميتها لبنتي، يعني حتى قبل ما اشيل الاكل عن السفرة طعميتها ونيمتها. بنتي بتنام بكير لان بتفيق كتير بكير، وهيك بيكون دائما معي وقت بالليل، وقت لإلي يعني شي اعمل فيه شي بحبه، احضر فيه مسلسل، اشرب قهوة على رواق. حطيت اعواد خشبية من فوق مشان تكمس السندويشي، وزدت لها شوية صوص. عجبتي كتير كتير لذيذة، واكيد الولاد بيحبوها، بنصحكم تجربوها، وخاصة الصوص اللي معها كتير بيلبق للدجاج. هلأ بعد ما طعميتها لبنتي ونيمتها فضيت الجلاية، وكنت غاسلة هدول للشفاط، اكيد بتعرفون هدول كتير بيتوسخوا، وبحس انه لازم كل اسبوع تقريبا حطهم بالجلاية. بحس انه بالجلاية بينضفوا اكتر من اني ننضفهم على ايدي، وخاصة اني بحطهم على درجة حرارة 70 فبينضفوا كتير. عن جد جربوا هاي الطريقة، احسن بكتير من انه تنضفون على ايدكم. وهلأ حطيت الجلي الموسخ بقلب الجلاية. انا دائما بقول اني ما بدي اعمل شي وبدي اعمل كريب او اعمل اي شي هيك حلو واقعد بسرعة ارتاح، بس دائما بلاقي الشغل اشتغله، خاصة انه بنتي ما بتنام بالنهار ابدا، فبستغل الفرصة لما بتنام بالليل مشان اشتغل كل الشغلات اللي ما قدرت اني اشتغلها بالنهار. هلا هون عم نظف الغاز، بستخدم هذا المنظف خاص للغاز، كتير احسن من انه ننظفه بمعجون جلي او اي شي تاني. هذا النوع من المنظفات كتير كويس، يعني احسن من انه نستخدم سائل الجلي. نظفت كمان الشفاط من فوق، بيخلي الغاز يلمع وينضف كتير. لا بشكل عام هيك انواع من الغازات ما بتنضف كتير مثل الغاز اللي بيكون نار، بس يعني بحاول قدر المستطاع اني انظفه. وهلا كمان لقيت شغله جديده اني اعملها هي اني رتب المعالق والشوك هون ونظف كمان. هي ما كنت بصراحه بدي اعملها، بس ما بعرف حسيتها انه بدها تنظيف، اخذتها غسلتها بالحمام رجعتها نشفتها، وراح ارجع ارتب الاغراض فيها بحيث يكون المعالق لحال والشوك لحال والسكاكين لحال. انا ناويه اني اعمل تعديله قريبه للمطبخ، اني فضي كل الدروج والخزن وامسحهم وشوف شو في شغلات لازم اتخلص منها. بعتقد انه عن قريب رح صور هيك فيديو عن ترتيب المطبخ. هلا انا باغلب الاوقات يوم السبت بشتغل بالبيت كتير، ويوم الاحد ما كتير بشتغل، اللي هو بيكون اخر يوم اجازي او اخر يوم عطلة نهاية الاسبوع. مسحت قلب الدرج ورجعت كل شي لمكانه. وهلا اخر شي عم اجلي هي الطنجرة او المقلاية، هي مقلاية تيفال، هي من جيمي اوليفر. على فكرة انا بعمل فيها كل شي، يعني هلا حتى الكريب رح اعمله فيها. ما بحب اني احطها بالجلاية لحتى ما تنتزع، فبجليها على ايدي دائما. انا كتير بحبها لهالمقلاية، واشتريتها على فكرة بسعر كتير مميز، كانوا عاملين عليها وقتها عرض. هلا واخيرا خلصت شغل وصار وقت اني اعمل كريب. في عندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، كتير مهم المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة. وراح اضيف ملعقة صغيرة فانيلا سائلة، انتو فيكم تستخدموا سكر الفانيلا، حطوا نص ظرف. وبحتاج كمان لربع ملعقة صغيرة ملح. رح اخفق البيض لحتى يمتزج الصفار مع البياض. وهلأ رح اضيف الزبدة، عندي ملعقتين كبار زبدة مذوبة. كمان الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما لازم تكون سخنة. وعندي 310 ميلي حليب، 310 ميلي بيطلعوا تقريبا كوب وتلت. رح احرك المكونات السائلة كلهم سوا، وبنحتاج لكوب من الطحين المنخول حصرا.
لأن لما ما ندخل الطحين رح يصير في عنا تكتلات، وبالكريب ما لازم يكون في أي نوع من أنواع التكتلات. ولهذا السبب بعد ما ندخل الطحين ونمزج المكونات كلها سوا، إذا ضل عنا تكتلات رح نستخدم الخلاط أو الخفاقة اليدوية أو أي شيء يخلينا نتخلص من هدول التكتلات، لأن سر نجاح الكريب أنه يكون عنا سائل ناعم جدا. شوفوا أنا خفقتهم شوي صغيرة بس لحتى يروحوا كل التكتلات، يعني ما بدنا ياهن لا يتضاعف حجمهم ولا أي شيء، بس مجرد أنه نحصل على خليط ناعم جدا. هلأ رح أعطيكم كل أسرار نجاح الكريب. بالنسبة لدرجة حرارة المقلاية لازم تكون منخفضة، والمقلاية لازم تكون ما بتلزق. إذا شاكين أنه ممكن تلزق ممكن أنه تحطوا شوية زيت، بس تحطوه على محرمة وما تسكبوا سكب بالمقلاية. سكبت بالمقلاية أقل من نص كوب بشوي صغيرة، لأنه أنا مقلايتي كتير كبيرة، بس أنتوا لازم تنتبهوا على حجم مقلايتكم. إذا مقلايتكم صغيرة أو أصغر من هيك بمنيح استخدموا ربع كوب مثلا، لأنه إذا استخدمنا كتير كمية كبيرة من خليط الكريب رح نحصل على عجينة، يعني مثل كأنه عم ناكل فطاير، ما رح تصير كريب. يعني هي من مميزات الكريب أنه تكون رقيقة. أكيد شفتوني كيف عم حرك المقلاية بشكل دائري لحتى تمد العجينة معنا، لأنه كمان إذا ما حركناها بهاي الطريقة بشكل دائري رح تكون سميكة، فهي لازم تاخد شكل المقلاية بشكل كامل. هالكمية عملت معي 5 قطع كريب كبار كتير، يعني تخيلوا بيضتين وشوية حليب وكاسة طحين عملت معنا هالكمية من الكريب. وعلى فكرة الحشوات بتقدروا تتحكموا فيها، ممكن تحشوها بسكر وقرفة مثلا أو عسل أو أي شيء أنتوا بتحبوه، ممكن تحطوا جنبها قشطة. وحلاوة هالوصفة أنه كتير سريعة، يعني ما بدها تخمير، ب10 دقايق بتكون جاهزة. مجرد أنه خلطنا المكونات سوا وخبزة ما بده دقيقتين على كل جهة وبنكون خالصين. يعني إذا عم تعملوا قهوة يدوب تلحق تغلي القهوة. بعد ما جهزوا عندي الكريب رشيت عليهم شوية سكر ناعم، هالشي اختياري طبعا. آخر شي رح أعمله وأهم شي طبعا أني أعمل قهوتي المسائية، وأخيرا صار فيني كافئ حالي وأقعد شوي ارتاح، وهيك بيكون خلص يومي طويل كتير. بصراحة كان متعب. بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو وتسليتوا وبنفس الوقت استفدتوا من الوصفات اللي كانت فيه. إذا حبيتوه بتمنى تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للفيديو. استنوني بفيديوهات جديدة وضلوا بخير.